انا لو قلت لكم حرفيا ان دي احسن مره انا بفتح فيها الكاميرا وبعمل فيها مقدمه فيديو واقف قدامكم، وانا النهارده في كامل سعادتي وفرحان جدا جدا جدا، لان اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. معايا النهارده بنتي وحبيبتي، اول فرحتي، شروق بنتي الكبيره ما شاء الله عندها 12 سنه. بالنسبه للناس الجديده انا هعرفكم على شروق. شروق تبقى بنتي الكبيره، ربنا يحميها يا رب ويبارك فيها. هسيبها قبل اي حاجه كده ترحب بكم وتسلم عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ صباح الخير. عايزه اقول لكم ان اللي جاي كله دمار، وعايزه اوجه رساله لبابا ولطنط الاء ان انا بحبهم جدا، يعني مش حارمني من اي حاجه، وربنا ما يحرمنيش منه وبس. بص يا جماعه، هي بس عشان ايه اول مره بتظهر قدام الكاميرا فهي مرتبكه شويه. المهم دلوقتي انا عايز اقول لكم بالنسبه للناس اللي كانت بتشوف صور لشروق وهي بالحجاب، انا عايز اقول لكم ان شروق مش محجبه، ولكن هتفهموا كل حاجه لما تكملوا الفيديو معانا. ولكن ان شاء الله هي عروسه زي القمر، وان شاء الله باذن الله هتتحجب، وهي عارفه ان دوت فرض علينا، صح يا شروق؟ فان شاء الله باذن الله شروق بس تشد حيلها شويه كده واحده واحده معاها. ولكن يا جماعه هي ما كانتش محجبه، انتوا هتفهموا كل حاجه. بس دلوقتي بقى عايزكم كلكم دلوقتي تباركوا لي، وكلكم تنزلوا دلوقتي في التعليقات وترحبوا بشروق وتقولوا لها نورت الدنيا كلها يا شوشو. ومستنيه تعليقاتكم الجميله وهقراها كلها ان شاء الله باذن الله. عايزين تشجيع كبير جدا لشروق وتفرحوها كده، عايزين تشجيع من النار بقى بكامل رغبتها. هي اختارت ان هي تستقر معايا، انا الحمد لله كل ما كنت بكلمها كنت بعرض عليها ان هي تيجي تقعد معايا، حتى وانا في الامارات كنت بعرض عليها ان هي تيجي تعيش معايا. انا كنت سايبها على راحتها، بالعلم مع ان كانت الحضانه كانت ليا قانوني من وقت ما جدتها توفت، ولكن انا كنت اهم حاجه عندي مصلحه بنتي وهي تكون فرحانه. فانا كنت بقول لها لما كنت بقول لك يا شروق تعالي نقعد مع بعض واقدم لك في الامارات في مدرسه هناك، انت كنت بتقولي لي ايه؟ بقول لا اكبر انا مرتاحه كده بس فهي كانت مرتاحه، فانا كنت بسيبها على راحتها. ولكن هي لما اجت وقالت لي يا بابا انا عايز اقعد معاك واستقر معاك، قلت لها اهلا بيكي، وانتوا زي ما شايفين كده الفرحه هتطق من وشي. اللهم لك وكملوا الحمد. الفيديو عشان تعرفوا بقى ليه انا كنت لابسه الحجاب. فبس الحمد لله اللهم لك الحمد. عايزكم ترحبوا بشروق كتير جدا جدا جدا. شروق ما شاء الله متفوقه وشاطره في دراستها، بتعرف تقرا وهتقرا كل كلمه انتوا هتكتبوها، تشجعوها بس كده. وهرد على التعليقات كلها، واللي عايز سؤال يسالوه لي وانا هرد عليه. وما تنسوش انا عملت صفحه لشروق على التيك توك وعلى الانستجرام اسمها شروق برنسس. كلكم دلوقتي هسيب لكم اللينك بتاعها في اول تعليق مثبت وفي صندوق الوصف. هتشارككم عليها كل يومياتها، وهتشارككم عليها حاجات كتير جدا من اللي انتوا بتحبوها. كلكم تعملوا فولو لشروق على الانستجرام وعلى التيك توك وتشجعوها وتدعموها، وهي ما شاء الله عليها زي القمر. فكملوا معانا بقى الفيديو، وما تنسوش تضغطوا لايك. الفيديو دوت انا عايز يوصل ل 100,000 لايك، وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. الفيديو دوت عايز يوصل لاكبر عدد من اللايكات في القناه. فاصل ونص ده في منه على مقاسها. عاجبينك يا شروق؟ عايزه اعمل لها ماتشنج هي وتالين، فانا قلت لها تجيب لي تالين نعمل لها ماتشنج، اللي هم يعملوا ماتشنج مع بعض. لا الاسترتش هتجيبه في الاخر بقى، انت وتالين هنجيبهم في الاخر. ادخلي بقى قيسي دول كده الشنطه دي، وخلي ده معاكي بس علقيه بقى في اي حته، ولا خليه هنا عشان نروح بيها الفرح. ماشي. عندهم فرحين، عندنا فرحين، اللي هو الفرو اللي عجبني اللي شروق جايبه زي متهيألي الجاكيت، والكولون هيبقى اسود صح؟ هيبقى ابيض او اسود عادي. مبروك عليك يا شروق. عايزه حاجه تانية؟ لا يا سلام. بكره ان شاء الله نخرج بقى ونجيب برضو شويه حاجات حلوين. احنا الحمد لله يا جماعه جبنا النهارده شويه حاجات حلوه كده. استنوا بقى على صفحه شروق ان شاء الله على الانستجرام، هنزل لكم كل الحاجات اللي عجبتني. ماشي، ربنا يخليك ليا يا رب، مش منك حبيبتي يا كوكا، ربنا يبارك لي فيكي يا رب. ان شاء الله يا شروق باذن الله زي ما وعدتك، ان شاء الله شهر بالكتير وتفرجي على شعرك دوت. ان شاء الله باذن الله. الاستاذ بشوي وعدني وقال ان شاء الله اللي هو هيعمله في شعرك ده هيظبط شعرك، وانتي مش عايزك تكسفي من اي حاجه في الدنيا، وانتي زي العسل وشعرك زي القمر. احنا دلوقتي هنغسله عشان نسحب منه الزيوت اللي جواه. لازم نغسله بشامبو جرين كافيار، دي اول
خطوه في الجرين كافيار لعلاج الشعر. بس ما فيش اي كيماويات صح؟ لا خالص، ده امن على الاطفال اساسا. هو متقطع فيه دمج كتير قوي جدا. او انتوا استخدمتوا قبل كده ماده قبل كده؟ هي كانت حطت عملتي ايه؟ عملت ترميم. طيب ايه بقى نوعه؟ عارفه نوعه؟ ما تعرفش نوعه. ما اكيد هو بسبب الماده دي، لان في ناس كتير بقى بيستخدموا اي ماده، كل شعرايه بيبقى ليها ماده معينه. الكافيار ده هيهدي التمويجه خالص، هو مش بيفرد 100% لان احنا مش بنعمل فرد، احنا أيوة. بنعمل حاجه معالجه للشعرايه. تسمك ايه بقى؟ شروق. هو كان اطول من كده طبعا واتقص. كان كويس جدا، شعرها ما شاء الله كان جميل. شروق بتلبس الطرحه وهي حتى قاعده في البيت عشان شعرها. اصل هو شعرها ما شاء الله يعني جميل، كانش محتاج حراره جامده. بس احنا اتفقنا يا شروق، ولا مكوى ولا اي حاجه وحشه على شعرك، ما تحطيش حاجه على شعرك. انا هجيب لك زيوت ان شاء الله طبيعيه وحاجات جميله تظبط شعرك. مبسوطه يا شروق؟ انا ان شاء الله باذن الله زي ما وعدتك. بس انت اهم حاجه تسمعي الكلام. شعرك ده ما تحطيش عليه اي حاجه تضره خالص، ولا مكوى ولا حاجه سخنه ولا حاجه وحشه. وان شاء الله باذن الله هعمل لك كده لما شعرك كده يطول تلبسي فستان حلو وتعملي سيشن على البحر. احلى حاجه يا جماعه مفرحاني وبسطاني. وعلى فكره ده من بدري ان هي بتحب الاء ومصاحبه الاء والاء بتحبها ومصاحباها. والله انا فرحان يا جدعان، والله حاسس ان انا بقيت ابو البنات كده. والله فرحان. انا كنت ابو البنات بس يعني ايه، عارفه انت لما انت قعدتي بقى معايا وكده. القناه على الانستجرام هنزل على حاجات كتير اسمها شروق برنس. شروق هتدلعكم يا جماعه، هتعمل لكم روتينات وهتروق عليكم. بجد قبل اي حاجه انزل حفظ الشعر. حاجه كمان دي بقى حافظها. ونشوفكم على خير ومع السلامه. لا مش مع السلامه، احنا هي بتقول ان احنا بنقول كده، لكن مش مع السلامه. انتوا خليكم قاعدين. النتيجة بدأت تبان، والله أكبر بسم الله ما شاء الله. أنا عايز أقول لك هي في كامل سعادتها دلوقتي. شعرها وصل للمرحله دي ليه؟ مش هي نفس الماده هقول لك. ولا لا ايه؟ هقول يعني لك. هقول لك للاسف في ناس بتعمل ايه، بتجيب اقوى ماده
عشان تنفع لاي نوع شعر، واعلى درجه حراره. طب دي طفله شعرها مش محتاج القوه دي مش كلها، محتاج اصلا تعمل اساسا، مش لسه محتاج صغيره. القوه دي كلها. لا ممكن عشان المدرسه والكلام ده كله، في ناس تحب ان اولادها يبقوا جاهزين على طول. انت عارفه الصبح ده بيبقى مش مشكلة عايزين بالنسبة لنا. تصريح بقى ولا الجو ده. لا، نعمل حاجه هاديه. مش اي ماده تنفع لاي شعر، ايوه ومش صح. اي حراره تنفع لاي ماده على اي شعر. حتى الكبار في شعرايه بتبقى بتبقى رفيعه خفيفة، مش محتاجة. مش محتاجه الماده كتير. هما بيعملوا ايه؟ بيجيبوا الافريقي اللي هو بتاع الناس اللي شعرها خشن قوي، ويعملوا بيه اي نوع شعر. طب شعرها مش طب هيستحمل ليه كده؟ طب نصيحة حضرتك تقول اللي بيتفرج علينا دلوقتي بقى. النصيحه قبل ما اعمل اي حاجه اشخص صح. يعني انا في حاجه زي التريتمنت ما ينفعش اجيب الماتيريال على الفروه، عشان الماده دي بتبقى عباره عن احماض امينيه ودهون. فلما تيجي هنا بتعمل قشره، يبقى احنا عايزين نعالج حاجه وما نضرش حاجه، صح. مش نقوم معالجين حاجه وضارين حاجه تاني. ناخد الشعر كده، نمسك، بنوزع الفرشه من اول انا الشعر. فعلا شفته وهو بيعمل على الشعرايه بس من أول جنب الشعر. الفروه خالص. في ناس تانية ممكن يكون عندها اكزيما، هي الماتيريال كده كده خفيفه. في ناس تانية عندها اكزيما من الميه مثلا، مش هتستحمل الماده دي على شعرها. هي كان عندنا مشكلتين. اول مشكله ان هي كانت عامله تريتمنت مأثر على شعرها خالص، والمشكله الثانيه عند بعض الناس مش مشكله ان هو في سنه كيرلي. في ناس بتحب شعرها كيرلي، في ناس عشان المدرسه والكلام ده كله بتحب تبقى جاهزه طول الوقت. اللي كان معمول قبل كده ومتقطع بالسبب، قبل ما تنزل بول لو هي مثلا بتتدرب سباحه او اي حاجه، ده لاي حد ممنوع. عامله تريتمنت او مش عامله تريتمنت، لا تنزل عادي. بس يا اما تحط سيرم يا اما تحط ليف ان، عشان يعمل كفر على الشعرايه، عشان يحميها من الكلور او اليود بتاع الميه. ايوه. وانتوا دقايق هتشوفوا النتيجه عامله ازاي. تسلم ايديك الصراحه. ميرسي. اخيرا خلصنا. بسم الله بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. عندنا عروسه قمر 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 ما شاء الله، شعرها الله اكبر الله اكبر. تسلم ايدك يا يوسف بجد، تسلم ايدك. وبشوي تسلم ايده. مرضيه بشعرك؟ شعرك حلو؟ حافظ عليه؟ وان شاء الله باذن الله هيبقى احلى من كده، وهيطول وهيبقى 100 100. عملته ولا لسه هنقول ولا لا؟ يلا بينا. قبل اي حاجه انزل حط اللايك. شعري بيطير، شايفين؟ شعري بيطير. ما شاء الله شروق فرحانه بشعرها ان هو بيطير. احنا دلوقتي رايحين بقى هنقول لهم على الاكله بقى. سوشي. هناكل سوشي. شروق طلبت سوشي، وفي نفس الوقت وفي نفس اللحظه قالت سوشي. فاحنا دلوقتي هنروح على مطعم سوشي. يلا بينا. وصلنا. هو ليه المكان فاضي؟ لا ده في اتنين بس.
وشعري يطير، خليكم فاكرينها بقى. وصلنا الحمد لله خلاص، والجو بيمطر الله وصل. والجو تحفه. احنا دلوقتي يا جماعه الحمد لله خلاص طلبنا 50 قطعه بس للاسف للاسف. وملاحظه يا جدعان هي يعني هي اكتر حاجات بتحبها انا بحسها، يعني بتحب الحاجات الكوري وانا كمان يعني حاجه، انا بحب الحاجات الكوري جدا ايوه في كل حاجه. مش ملاحظين حاجه؟ شعري بيرش يا روحي. الله يحميك يا ما شروق. شاء الله عليها، ربنا يحميها يا رب ويبارك فيها ويبارك في عمرها، واشوفها كده احسن دكتور احسن ظابطه. قمر قمر قمر، الله اكبر عليك. مش عينك حلوه فشايفاني حلوه، ايه عينك حلوه فشايفاني حلوه. دلوقتي يا جماعه الشوربه هي اللي نزلت، ليه رايك يا شروق؟ تحفه جماليه بتدفي الجسم عشان كده ساقعه. احنا سقعانين اصلا. الحمد لله الحمد لله الاكل نزل. كده يا بابا. لا مش كده، قولي الجاتو نزل. الجاتو نزل يا جماعه، بصوا شايفين السوشي؟ سوشي جاتو جاتو جاتو، شايفين الحلاوه؟ عايزه اقول لكم محمد ده واحده من دي وقال لي لا انا حاسس ان انا ما استطعمتش، انا استطعم. جاتو جاتو جاتو. بصوا شايفين المنظر؟ اقسم بالله تحفه. بالهنا والشفا. ايه رايك يا سوشي؟ جامد. حلو قوي، حلو قوي. الحمد لله كلنا وشبعنا، والاكل فاض مننا كمان وهناخده واحنا مروحين. تسلم ايدك. لا لا تسلم جيبك. دلوقتي الساعه كام؟ تاني عندها ميعاد دواء وميعاد الجلسه. يلا احنا كده خلصنا، هنروح بقى دلوقتي يا جماعه. أيوة. وان شاء الله الصبح يا شروق هنروح نكمل، نجيب الكام بوت كده على كام كاوتش ان شاء الله، عشان بس ايه نلحق الجلسه بتاعه التليين. على كام توكه بقى اللوك الجامد ده يلا بينا. بس لا اللوك جامد جدا. انتظروا بقى لوكات تانية كتير ورايكم في التعليقات، مستنياه وهيهمني. هتقري التعليقات؟ طبعا. ايه ده؟ طبعا. ونشوفكم على خير. لا هنقفل الفيديو لما نكمل بقى حاجتك الصبح ان شاء الله. فاصل ونواصل. جميل ده يا شروق. ده حلو. ده انا حاسه ان هو شويه هيبقى رقيق. ده لونه احلى يا شروق. ممكن نجيب اتنين ده اوفر قوي صح؟ بصوا البقره دي حلوه صح؟ دي احلى. ما هيبقى برضه في زي ما انت متفقه هيبقى كده. ده حلو وده جميل قوي الدبوس ده تمام. وده حلو ورقيق، وده برضه رقيق بس ده مش احسن حاجه يعني. وده جميل وده برضه. حلو قوي شويه. تحفه ده. ايه ده؟ تحفه. بنانيتي كده حلو. الباندا دي حلوه؟ ده احلى، ده لونه احلى. لا الباندا هو خلي بالك الاذواق بتختلف، خلينا نجيب يبقى الاذواق. اصفر. قيسي كده، تعالي قيسي كده بقى هنا على جنب. بس مشكلة ان انا لسه هلع. خدي الكرسي اهو. 38. عجبك ده؟ ماشي. بصوا يسلموا مع بعض ازاي. انا جايبه انا طنط علاء شبه بعض، كنا هنجيب لي تالين بس ما فيش شبهه. بصوا ما انا ده عاجبني، ده عشان لابوبو. ماشي بس لابوبو بيخوف. بس هو كبير قوي اصلا. دوت على مقاس شروق. لا كبير شويه كده. وانت مقاس واحد. ماشي كده اللي هو بيلعبوا معاه. خدي كده قيسي ده. ماشي. يا لهوي يا شروق ايه ده؟ ايه؟ ده كفايه. ده اصلا انا شلته من رجلي وسقعت. هاتي بوسه هاتي بوسه. انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا بتعملوا ايه؟ لا جميل. عامل زي فيلم عادل، انتوا بتعملوا ايه؟ لا واحد تاني. لا احنا كده هنزعل بقى. لا احنا عايزين شبه بعض. ده جميل قوي ده. الكارت بتاعهم اهو يا جماعه، حاجتهم ما شاء الله تحفه تحفه تحفه، وناس في منتهى الذوق اقسم بالله. انت لسه قايله ايه؟ ايه؟ انت لسه قايله ايه؟ هنجيها تاني. تسلم بجد، والله كفايه ان انت فرحتها حبيبي، ربنا يبارك فيك. الحاجه عجبتك؟ اللعبه الموجوده في الشباشب كلها انا اللي نقيتها. تعال. ذوقي حلو صح؟ جميل والله يا شروق. ما شاء الله يا جماعه، شغلهم كله تحفه تحفه تحفه، ربنا يا رب يرضيهم ويرزقهم يا رب ويستاهلوا كل خير. الكارت بتاعهم اهو يا جماعه، وعنوانهم ورقمهم والصفحه بتاعتهم، تقدروا تطلبوا اونلاين من اي مكان. تسلم، كتر خيرك والله. جبت الشنطه الحلوه دي، وطبعا هتلاقي على كل اللبس اللي انا جايباه والالوان كمان اللي انا جايباها. قولوا لي رايكم فيها. هو ده شكلها. لو جايبه لها لون كمان. هوريه لكم اهو. حلوه وصغيره وجميله وكمان عمليه، وهي كمان شيك. بس ممكن مثلا مشكله ان التليفون ما يخش ثواني. اللون التاني واللون اللي معروف بالشياكه وكمان اللون المفضل ليا وهو اللون الاسود. ايه رايكم بقى في الشياكه والجمال؟ استنوا احنا هناخدها فهنرمي دي يعني. دي جميله، دي حلوه. دي ارق من دي صح؟ دي بصي تحفه. يا جماعه انا اللي مختاره الشروق الثلاث شنط دول. وريهم بقى الشنط اللون التالت. التالتة. الجوه هناك. لونها ايه؟ النبيتي؟ كده بقى ماتي. قولوا بقى رايكم، قولوا حلوه ولا لا. هنرمي برضه اللي جوه يعني عادي. تعالوا نجرب التليفون هيخش ولا لا. برضه مش هيخش، ما هو نفس المقاس. لا ما عشان انا رميت البتاع. اوه دخل. دي دعاية.
مبروكين عليك يا شروق. الله يبارك فيك. لسه بقى ايه نجيب حاجات تانية بقى. انا جايبه شويه سليبرات. ايه ده انا هعمل كده ليه؟ حلوه امسكيها كده. ما اعرفش. على فكره لونها تحفه. هي عايزه طقم اسود. فاهماني؟ ما في ناس تلبسها كده وناس تلبسها كده، بس انا بس بتفرج. المهم رايكم بقى، جبت شويه سليبرات تحفه. هو انا جبت كل لما البعبع. اروح البيت نبقى نتفرج. هنفرجكم، بس احنا يعني بنحرق. دي بقى كل الالوان اللي انا جبتها، وكل الالوان اللي تليق على كل اللبس وكده. درجات حلوه يعني. يلا بينا بقى عشان عايزين نكمل. يلا بينا. عايزين بقى نجيب بوتات عشان طبعا انتوا فاهمين يعني. 40 لا كبير. لا ده كبير قوي. كبير. عندك من ده 38؟ ده لا ممكن هتجربوا؟ جربنا الاسود مثلا. ده كبير عليها يا جماعه، كنت ماسك صغير قوي. بالظبط. انت بتتريق ولا ايه؟ لا هي انا عشان مش عايزه تعرف الناس مقاس شروق صغير. بس انت بقى جيب لها بوتات. عايزه كوتشي؟ نجيب كوتشي عشان طب تعالي شوفي الكوتشات اللي عجباكي هنا والناحيه الثانيه. انا الله ده شكله حلو ده. اه بس ما تشيليش حاجه ماشي. انا ما عارفه عشان انا عملت كده خلاص. وهتلاقي من ده برضو مقاس 38. شوفي ده كده يا شروق. انا بحب الحاجات العاليه دي بتبقى حلوه. لا هي بتقولي 8 معرفش. ايوه ده صغير. تعالى اقعد يقيسي شوفي كده. ما ده اللي انا قصدي عليه، هو بيقول عشان كده يعني. هي كل البنات كده؟ لا مش كل البنات، كل البنات انا عشان طالعه رجلي. ركبت حاجه تانية. بس الطقم ده مش عايز اللون ده. مش عايزه. بس عامة احنا هناخد اللون، هناخد ده ماشي. عندك بقى نفس درجة الهافان دي. ماشي هناخد ده حلوين. شكرا يا عم على المدينه اللي انت اديتها لي واحنا ان شاء الله جبنا كل حاجه، ولسه ان شاء الله بقى نجيب حاجات تانية، وهروح نجيب بقى سكرين التليفون ده وجراب. خلاص ده ايه ده يا شروق؟ بتلعبي؟ ما اعرفش اسمها ايه بس هي كده المراية. حلوه صح؟ جبنا طبعا لواحده الفوطه عشان ما نقدرش ننساها. دي عجبتني اكتر فاخدتها. البيضة احلى الصراحه. بس ليها شكل ارنب بس شكلها جميل. صح؟ كنت عايزه اجيبها على فكره. كده يا جماعه يبقى الحمد لله جبنا كل حاجه. محتاجه حاجه تانية يا شروق؟ لا طبعا يعني بصوا دي حاجات من ضمن الحاجات اللي هو جابها. وايه رايكم بقى؟ مش محتاجه اي حاجه تاني؟ لا طبعا. اي حاجه محتاجاها قولي وانا هجيبها لك في انت لحظه. معايا بس مش اكتر. حبيبتي يا كوكا. كده يا جماعه يبقى الفيديو بتاعنا خلص. عايزكم اهم حاجه دلوقتي كلكم تنزلوا تحت في التعليقات تكتبوا كلام حلو لشروق، تشجعوها تقول لها ما شاء الله شعرك جميل جدا يا شروق، انت زي القمر. هنظهر كتير في فيديوهات كتير، هنعمل مقالب، هنعمل تحديات، وهيحصل دمار. المهم يا جماعه شروق ما شاء الله عليها متفوقه جدا في دراستها، وبتعرف تقرا وتكتب، فهتقرا كل كلمه انتوا بتكتبوها. فانا عايزكم تشجعوها وتقولوا لها يا شروق انت زي القمر وما شاء الله عليكي، ربنا يحميكي، وان شاء الله باذن الله واللي كده. جاي دمار. استنوا شروق بقى، وما تنسوش هحط لكم اللينك بتاع صفحتها على الانستجرام، الصفحه الشخصيه بتاعت شروق اللي عملتها، وان شاء الله باذن الله هتنزل لكم عليها يومياتها وحواياتها وكل حاجه بقى في الستوري وفي البوست. فاصل ونشوفكم. لا فاصل ايه، ونشوفكم على خير. ويا ناس قولوا معايا بقى. يلا يلا قولي قولي انت من الاول. ونشوفكم على لا خير. اقفلي الفيديو بقى، قول لهم كده يا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش تحطوا اللايك كده يعني. قولي كله على بعض. ماشي، ويا رب الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش تحطوا اللايك، وجايين بفيديوهات تانية احسن بكتير وهنعمل حاجات حلوه انتوا بتحبوها ومن انتوا بتطلبوها مننا. ونشوفكم على خير. ونشوفكم يلا من الاول. من الاول يلا قول ولا اقول انا؟ انت قولي. ونشوفكم على خير ومع السلامه. مع السلامه. مع سلامه. ورحبوا بشروق كتير، واللايك ده لشروق.